صباح الخير وجمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله جمعة خير وعافية على الجميع. تحياتي لجميع الأخوة والأخوات في عائلتنا، عائلة الانطلاقة الأولى، وألف تحية لكل المشتركين ومتابعيني على اليوتيوب. إخواني خواتي، هذا الطريق ما بعد القوس مال بوب الشام من جهة الشمال، محافظات الشمالية وغيرها، هذا استحدثوه بالجديد. صار بي خط خدمي اللي هو هذا أنا بي ذهاب وإياب، ذهاب اللي أنا رايح بيه وإياب اللي راجع، ومقسم طبعا بيه تقسيمات في الطريق حلو، وبي خروج من الخط الخدمي للشارع العام. اكو ملاحظة ضرورية لازم ننتبه عليها، من اريد اطلع من الخدمي للشارع العام ومن اريد ادخل من الشارع العام للخدمي. هاي شوف هاي السيارة شلون طلعت الجكسارة، هسه طلعت من الطريق. المهم اللي حبيت انبه عليه انه انا من اريد اطلع على هذا الطريق من الخدمي للشارع العام، اريد اصعد، اريد اكمل طريقي، لازم ما اعتمد على المراية الجانبية، لان المراية الجانبية محددة الرؤية عندي من هاي الصفحة لهاي الصفحة، يعني بالمكان اللي بيه الصبات بالضبط، من الصبات للدخول، يعني ما تطلع للشارع الجاي السيارات اللي بيه. اكو يجوز سيارة جاية على اليمنى تمشي سريع، ما منتبه، دايخ، نعسان، هذا الشيء لازم انتبه عليه. فارد احول، شو اسوي؟ اول فقرة اشغل اشارة على اليسار، بعد ما بعد على المراية الامامية اللي قدامي، مراية الجانبية ماكو احد قدامي، نظر اللوخة ماكو سيارة قدامي. هسه من ارد اعبر ما اطلع قبل هيك واباوع، لا اطلع قبل بوجهي، لا اخذ لي لفتة هيك، انتظر لفتة، اباوع لفتة سريعة، يلا ما اكو سيارة على مساري من هاي الجامة، خففت شبه توقفت، باوعت ماكو سيارة على مساري، رجعت كملت الطريق، اخذ السايد الايمن، ابدي اتفاعل ويا الشارع شوية شوية، اصعد السرعة مالتي. من ابدي اصعد السرعة مالتي، يلا ذاك الوقت ابدي احول من مسار المسار اللي يفيدني. هذا المسار بشكل عام اليمين، اللي عنده سيارة عطلانة، اللي يمشي بطيء، بتوقفات، مثلا الناس تصعد تريد تصعد كيات كوسترات، انا شو اسوي؟ اخذ الطريق المناسب لي. هسه باوعت ارد اجتاز هاي التريله، نظره يسار وامامي ماكو شيء، كملت طريقي وطلعت قبل. والشارع مقسم 4 مسارات، 1 2 3 4. بشكل عام المبتدئ اللي ما يريد يمشي سريع، يريد يطلع للشارع، ياخذ هذا السايد اللي هو ما قبل اليمين، هذا افضل، هذا اتركه للتوقفات، بعاسة شلون سيارة متوقفة، هذا السيارة دا يمشي بطيء، تمام، امشي على كيفي وعلى مود لا اسبب ارباك. اللي يريد يمشي سرعة 100 120 حسب الدولة، يعني السرعة المحددة، هي المحددة السرعة، مثلا اكو بيهم طرق 120، او خلينا نقول بشكل عام 100 80 60 40، هاي السرعة اللي اريدها. اكو مبتدئين يخافون يطلعون طرق سريعة، انتو اخذ السايد اللي ما قبل اليمين، دا امشي بيو على حسب الاصول. اكو جسر جاينا اريد اصعده وانزله، احول على المسار اللي بسرعة 80، تمام، امشي بما انه ماكو احد، يعني هسه انا بشارع فارغ، وتدرون اوقات يعني وقت جمعة عطلة، ما ابي هذيك الحركة القوية. هاي من اريد اصعد صعود بالجسر، ابدي ما اصعد صعدة قوية، لان ما اعرف ما بعد النزول، ما بعد النزول شنو، انا مجال الرؤية عندي محدود، صعدت السيارة اختفت، بس شنو وراها ما اعرف. مجازفة عندي اذا اطلع سريع، اخفف سرعتي، ابدي شوية شوية اصعد. من بديت اصعد بدا يطلع عندي الشارع قدامي شوية شوية، باوعت ماكو شيء، هسه قدرت امشي شوية، ازيد سرعتي بس مو سرعة قوية، هيك خفيفة، ضغطة بنزين خفيفة، ولو هي اصلا عامل الجاذبية يلعب دور انه هي السيارة تنزل اوتوماتيكيا. اخذت السايد هذا اللي انا دا امشي بيه نفسه، اللي ما قبل اليسار اللي يريد يمشي اسرع من عندي، وانا سرعة 80 فوق ال 80، انا ما التزمت بالسرعة طبعا المحددة، هو مكتوب هنا 100 السرعة المحددة، بس تدرون يعني ما بيها ذاك الالتزام، بس انا هيك دا اشرح حتى اوضح، تمام. اخذت هذا السايد اللي ما قبل اليسار، السايد الوسط، اريد امشي بالسرعة المحددة الي. من اريد احول على المسار الثاني اللي هو اطلع من الشارع العام ادخل للخدمي، نفس اللفتة اللي التفتت بيها وصعدت للشارع هم اباوع بيها، هاي راح تخليني اسيطر اكثر
ومجال الرؤية يصير عندي واسع أكثر. هسه أشوف لي مدخل وأطبق قدامكم حتى توصل الفكرة. أكو مدخل هنا إجي، لا هذا مدخل بس خروج، هذا ما يصير أدخل به. السيارات اللي نازلة من الجسر تدخل. هسه راح أشوف لي مدخل موجود على يميني، أشوفكم الطريقة الصحيحة شلون أحول من الشارع العام للشارع الخدمي، نفس الطريقة اللي سويتها من صعدت من الخدمي للشارع العام. هم التفت التفاته على هاي المراية، هاي الجامل عفوا، اللي مو بصف السائق اللي خلفه، أباوع أشوف ما جاية سيارة سريعة ذاك الوقت، يلا أقدر أحول.